بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أصحابي ومتابعيني، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام جيدة ان شاء الله. يلا النهارده هنعمل الوصفة بتاعتنا الجميلة دي في صدور الفراخ. هنعملها في الايه، في الاير فراير، بس مش عندي اير فراير يبقى ما اعملهاش، لا هعملها في زي الاير فراير وما تشربش مني زيت، ومش عايزاها اقليها في زيت وتبقى عندي هتبقى مش زيت لما تقليها في الزيت، بس شوفوا هتبقى جميلة جدا وهتبقى ايه، خفيفة. للناس اللي عامله دايت، للناس اللي مش حابه انها تبقى في الحاجه في الوصفه بتاعتها زيت كتير وتحس بطعم الزيت في الاكل. دلوقتي انا توفيرا للزيت، توفيرا اقتصاديا لكل حاجه، انا عملتها بالطريقه دي وطلعت زي الاير فراير بالظبط. وكانت عندي هنا صديقه ليا وشافتها وقالت لي فعلا انا بعملها عندي في الاير فراير بتطلع بالشكل ده، بس الطعم حتى بيبقى مختلف شويه برضو يعني، بس بتبقى جميله وتجنن برضك. يلا انا اللي ما يعرفش قناتي يلا انزلوا اعملوا لايك دلوقتي اهون، فضلا وليس امرا، واعملوا اشتراك في قناتي عشان يوصلكم كل جديد. انا يوميات هبه، وبتشرف بكل متابعيني اللي من القاهره واللي من المغرب واللي من العراق واللي من هنا وهنا. ويا رب كده ندعي لاخواننا الفلسطينيين، ما ننساهمش ابدا بالدعوه، لا نملك شيئا لهم الا الدعاء. يا رب انصرهم نصرا باتا، اللهم امين يا رب العالمين، وصبرهم على ذي هم ويكونوا فيه يا رب يا ارحم الراحمين. ويا رب نصلي على النبي واحنا بندعي لهم في البدايه وفي النهايه، يعني استجابه الدعاء ان شاء الله باذن الله. دلوقتي عندي صدر فرخه جبته، بقطعه كده شرايح زي البانيه، اللي بعمله بانيه يعني. انا كنت عاوزه اعملها بالخلطه اللي كنت بعملها متعوده عليها. انا كان عندي فرختين كده، قلت اما اقطعهم واتبلهم واشيلهم كده. في اي وقت غدا محتاره تعملي اكل ايه، تقومي متبله، تكوني حطاهم في اطباق فل كده او في اكياس في الفريزر، متبلاهم وشايلاهم. طبعا تكونوا غاسلينهم كويس ونقعينهم في الخليط بتاعكم اللي هو خل بليمون، وقبل كده كنا غاسلينهم بدقيق وكده، وحطينهم في ميه بملح بليمون بكده، وبعدين قطعتهم كويس وتبلتهم. بوريهم لكم اهون بعد ما تقطعهم. هاخد الكميه ديت اعملها دلوقتي وهتبلهم كلهم الاول، بس هاخد كميه بسيطه منها اعملها اللي انت وريتها لكم دي. تعالى نعمل في صينيه كده. جبت الصينيه وحطيت في ارضيتها شويه زيت، بمعدل 3 معالق زيت كده، يعني زودت الزيت برضك مش قللته. هرصها بقى، هعمل فراخ في العجينه بتاعتي، واعملها في الدقيق، وبعدين احطها ده دقيق على نشا على توابل بتاع الفراخ. دلوقتي بعملها كده واحطها، وفيها عملته فكرت ان انا اعمله من غير ما اعمله في دقيق. جربت ده وجربت ده، وهوريكم في النهايه ده شكله ايه وده شكله ايه، وفي النهايه كله شكل بعضه وجميل وطعمه حلو ومستوي جميل ويجنن بصراحه وطعمه خطير. اهم حاجه التتبيله بتاعتك، واهم حاجه تكون مستويه كويس. ما بياخدش وقت على فكره في الفرن، حطيتها في الفرن ما خدش 10 دقايق على فكره، وقلبته على الوش التاني وخلاص وكده. يلا انزلي اعملي لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.